إذا تسأل عن نقاطنا، موضوع العفو أرسل وكان في مجلس النواب، ومجلس النواب أعنى في فقرات تم إضافتها. نحن في العزل كان لنا رأي مخالف عن الأخوة الآخرين. طيب ليش؟ تشعر أن هذا العفو تقصت جناحاته؟ تقصت جناحاته وانضافت له فقرات معنية بالمخدرات وقضايا الفساد. طيب. وأنا هاي مو شغلتي، أنا جاي على موضوع ناس أبرياء أريدهم ينشملون في إعادة التحقيق والفقرات الأخرى مع الأسف، ولذلك إحنا التزمنا الصمت. إذا انتبهت علينا لا صرحنا إلا نزلنا بيان، ما رحنا للمهاترات والمناكفات والدعي المدري شنو المظاهرات. هاي قضية يعني كانت غير منطقية، والغاية من عندها شلون نقول شو ماكو واحد يسوي. هذا الموضوع مو منطقي. هذا ليش مو منطقي؟ مو منطقي. أولا هذا القانون أنا أعطيك يعني صورة واضحة بالنسبة لي. الطريقة اللي انكتب بها المضمون مالتها لا ترتقي لخروج أبنائنا من الأبرياء. احنا ما نريد أي واحد مجرم يعني يطلع، ما ترتقي لخروجهم.